المشهد اللي قدامك ده يا ابو الكباتن مشهد سينمائي يتعمل في السينما والله. يعني خساره ان النهايه ما طلعتش مصر هي البطل، اصل كله على بعضه كده كان مشهد سينمائي كان ينقصه التتويج فقط. بص معايا كده، الفاينل بدا، اكتشاف البطوله واهم مدافع بيرتكب ركله جزاء بعد 3 دقايق بس، لسه عيل صغير في فيوتشر، حاجه تكسره بدل ما تشجعه، ولكن ربنا كرم. المهم حاجه محبطه جدا، والجماهير والجهاز الفني كله على وجهه علامات الاحباط. تنزل خسران امام السنغال، دي كارثه صعبه تتعوض. بس صلاح بما انه لاعب على مستوى عالي فهو هادي وراسي ومش متوتر، دخل بكل هدوء يقول لابو جبل زاويه تسديد صديقه ساديو ماني مش يسكت، ده دخل بقى يتريق على موقف صلاح لان بينهم الامور كانت متوتره في ليفربول، بيقول لك اسدد هناك صح، اسمع كلامه بقى ولو راجل صدها. وقبل ما حد يدخل يقول لي يعني ساديو ماني قال له لو راجل صدها، لا هو ما قالوش كده، دي انا اللي بقولها. وفعلا ماني واقف مستعد، فالكاميرا بتيجي على عين ابو جبل، اقسم بالله نظره كلها تحدي بشكل مش ممكن، ثابت وشامخ ومش مهزوز اطلاقا، نظره حاده بشكل مش طبيعي. ساديو دخل حط اقصى قوه ممكنه، كره بصراحه يعني لا تصد، كانه بينتقم بسبب المشهد اللي احنا لسه حاكينه ده. معرفش ازاي ابو جبل راح بالشكل ده وجابها وكمان تطلع بالشكل ده، مش مثلا تاخد ايده وتدخل او تخبط في العارضه، لا ترجع في الاتجاه ده وهي راحه بالقوه دي، حاجه اعجازي والله. ولو الكره دي اتعدت 1000 مره هتدخل، انتوا مش مدركين قوه التسديده كانت عامله ازاي. هنا ايقنت ان نظره ابو جبل كانت فعلا تحدي قوي بينه وبين نفسه، ان محدش هيحفل عليه بعد اللقطه اللي عملها ساديو ماني عليه. واحتفال ابو جبل اعتقد صوته رج الملعب كله، وقال كمان لساديو ماني كده كلمه عيب ما ينفعش نقولها. وصلنا للاسف لغايه الترجيح، وده كان شيء كبير ولكن لم يحالفنا التوفيق.